عملنا مع بعض فيديوهات كتيرة قوي عن استخدام التوبر الورقي لتزيين التورت. بصراحة بيخلي شكل التورتة جميل جدا وبتبقى مفرحة جدا بالنسبة للولاد. تعالوا نعمل مع بعض بقى تورتة كده من الألف للياء ونشوف هنقفلها ونزينها كمان ازاي. للي لسه أول مرة يشوفني، أنا هالة ودي قناتي. يا ريت تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير إذا عجبكم الفيديو. مبدئيا كده بجيب القاعدة بتاعت التورتة بتاعتي أو البورد اللي هثبت عليه الكيك، بحط عليه شويه من الكريم شانتيه وابتدي احط عليه الكيك بتاعي وابتدي اسقيه بالشربات، اي شربات متاحه عندي. انا هنا هعمل تورته مربعه مقاس 30 في 40 لاني هقسمها لاتنين. ببتدي طبعا احط الكريم شانتيه وعملناه قبل كده مع بعض كتير. بوزعه بكيس الحلواني كده، وده بيسهل لي اني اوزع، وخصوصا لو انا لسه مبتدئه، يعني ما بيخلينيش اهدر كتير في الكريم شانتيه ولا ابهدل نفسي وانا شغاله. هجيب بقى طبقه الكيك التانية واحطها. طبعا انتم ملاحظين هنا ان الكيك مش او مكسر معايا، ده كله مفيش اي مشكله فيه، عادي جدا هنستخدمه. هحط الطبقه التانية وبرده هسقيها من الشربات بتاعي مش كتير، وهبتدي احط بقى طبقه الكريمه. نحاول نخلي بالنا كده واحنا بنشتغل ان طبقه الكريم شانتيه تكون قد طبقه الكيك، يعني احنا مش عايزين نحس ان احنا بناكل كيك بس ولا بناكل كريم شانتيه بس، يكون في توازن بين الاتنين. هفردها برده بالسباتولا وهظبطها، اشيل الزيادات. نحاول نخلي بالنا بعينينا كده، هنلاحظ الزيادات ايه، ما نخليش حته عاليه وحته واطيه علشان شكل الكيك في النهايه ما يبقاش مختلف، يعني ما يبقاش في حته عاليه وحته واطيه في الكيك. طبعا انا قلت لكم اقسمها نصين، ابتديت احدد بالنص كده واحط الكريم شانتيه على النص اللي انا هبتدي فيه بالكريمه البيضه. هبتدي بقى افردها كويس قوي بالسباتولا واشيل الزيادات بتاعتي مبدئيا كده، بس احس ان كل حته عندي اتملت او اتغطت بالكريم شانتيه. بيكون طبعا جنبي طبق او بوله نظيفه بشيل فيها الزيادات. النص التاني بقى انا جبت كريم شانتيه ولونته بلون بينك جيل وقلبته طبعا، وبدات استخدمه زي الكريمه عاديه خالص، مفيش اي مشكله، بحطها في الكيس وبستخدمها برضو. مليت النص التاني وببتدي اشيل الزيادات زي ما عملت في النص الاولاني بالظبط. هعمل بقى كده زجزاج بسيط كده في الجناب، وبعد كده بقى انضف البورد بتاعتي كويس جدا. هنا بقى انا بجيب الكريم شانتيه ولونه زي ما انا عايزه وبسيحه في الميكروويف او على حمام ميه. هنا بديل عن الشوكولاته، يعني ان انا احط شوكولاته واعملها جناش وازوق بيها كده او انزل بيها كده، لا، بستخدم الكريم شانتيه وده بيسهل لي، وكمان بتحكم في السمك بتاعه. يعني انا لو تلاحظوا هنا عملتها رفيعه، هنا عملتها تخينه شويه. بعد كده بقى هبتدي اعمل روزيتات من الورد كده او حلقات من الورد حوالين التورته. زي ما انتم شايفين انا استخدمت الكريمه البيضاء في النص الابيض واستخدمت الكريمه البينك في النص اللي فيه بينك. كنت ممكن اغير عادي زي ما انتم حابين، دي بترجع لذوقكم انتوا يعني، بس انا تخيلت الشكل كده. يعني المفروض ان انا اسيبها تسقع شويه، وطبعا حددت اللي في النص. اسفه جدا الحته دي اتحذفت وانا بمنتج، ما اتصورتش يعني اصلا. بعد كده بقى هبتدي اجيب اشكال التوبر اللي انا عملتها معاكم في الفيديو اللي فات وهبتدي احطها. طبعا هنا زي ما قلت لكم انا عامله التورته مقسومه لاتنين، حطيت الاسم في الواجهه بتاعه التورته كده زي ما انتم شايفين، وهبتدي بقى ارص الاشكال بتاعتي. بنرص الاشكال بتاعتنا طبعا زي ما انتم شايفين على حسب عينينا ما تحب، يعني على حسب ما احنا عايزين نطلع التورته شكلها ايه. بنتخيل الشكل كده في دماغنا ونبتدي نشوف الالطف او المناسب لينا واحنا بنشتغل ايه. وزي ما قلت لكم قبل كده بحاول اعمل شكل اكبر وشكل اصغر عشان يبقى فيه احجام عندي متنوعه في التورتايه، ما يبقاش كله كبير ولا كله صغير، يبقى كله مغطي على بعضه، لا. النص التاني برضو نفس الحكاية، حطيت الاسم الاول، وبعد كده بقى بدأت احط التوبرات بتاعتي. طبعا هي كلها عن يونيكورن، البنات بيحبوا الاشكال دي جدا، والشكل ده بالذات بيطلب كتير جدا، يعني البنتين طالبين نفس الشكل، فحبيت اعمله بشكلين مختلفين طبعا. فطبعت عندي شكلين مختلفين وبدأت احطهم. التورته كانت مبهجة جدا وشكلها حلو جدا. البنات اتبسطوا بيها جدا، عجبتهم، طاروا من الفرحة فعلا. عايزه اقول لكم زيناها بطريقه سهله
ما فيهاش تعب، وفي الاخر طلعت بشكل احترافي. يا رب يا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لي شير، وكمان عايزه كومنت حلو، واسيبكم في رعايه الله.